بسم الله. ليلة 11 يونيو عام 1962 ثلاث مساجين تبخروا من أكثر سجن آمن بالعالم. مو بس اختفوا، خططوا وحفروا وبنوا بيديهم كل شيء، وبعدين اختفوا في جنح الظلام. وليومنا هذا ما حدا بيعرف عنهم أي شيء، ولا طرف خيط ولا معلومة، ولا حتى الاف بي آي قدر يلاقيهم. هذا مو فيلم، هذا صار فعلا بأغرب وأصعب بل وأعقد عملية هروب من سجن بالتاريخ. راح نفوت كمان على موقع الاف بي آي، خلينا نشوف شو بيقولوا، وأهم إشي ما تقولوا كذاب لأنه التفاصيل أشبه بالخيال. شوف شو القصة، يلا خلونا نشوف شو صار. نحكي عن لوس أوتروس بفيديو جديد من منشر الغسيل. يا هلا. قبل ما نفوت بتفاصيل الهروب وكيف صار، خليني أخذ 30 ثانية من وقتكم الثمين نعرف وين صار هالشي. سجن الكتراز أو صخرة الشيطان أو سجن جهنم كما يسميه المساجين، بنوه بعام 1934 وصمموه بس عشان ما تهرب منه. الجدران سماكتها متر وعشرين من الخرسانة المسلحة، أبراج المراقبة من كل حدب وصوب، وحراس مدججين بالأسلحة أكيد. يعني أخطر المجرمين زاروا هذا السجن، من ضمنهم الكابوني ومن قبله ناس أعتى وأمر منه. الكتراز هي بالأصل جزيرة صغيرة وسط خليج سان فرانسيسكو. بس علي مثقف. الكتراز هي بالأصل جزيرة صغيرة وسط خليج سان فرانسيسكو، بتبعد عن البر كيلو 600 متر. يعني أنت مسجون وبتكون تتابع ليلة راس السنة على شواطئ المدينة اللي عايشين فيها العالم والناس. عذاب ميكس برو ماكس، عذاب نفسي وجسدي. وحوالين هاي الجزيرة في مياه. لا يا شيخ، هي جزيرة أكيد ما راح يكون حواليها مارشميلو. ما علينا. المياه هاي برودتها بالوضع الطبيعي 3 درجات مئوية. يعني أنا لو بدي أهرب من السجن وأوصل عند هاي المي برجع، مستحيل أنزل فيها. بخليهم يودوني على الكواد ولا أنزل فيها، لأنه أي حدا حاول يهرب وانمسك كانوا يلموا المساجين بالساحة ويحضروهم الحلقة الأخيرة بحياة هذا البني آدم عشان ما حدا يهرب. المياه هاي عايشين فيها أسماك القرش، طبيعتها إنها فيها تيارات مائية على طول السنة. يعني اسمع، أنت مستحيل تهرب. طبيعة المكان اللي اختاروه للسجن ما في مجال تهرب من السجن. الحراس بيلعبوا عليك رماية مثل العصور الوسطى وبخزقوك. تهرب من الحراس بتنزل بالمي بتموت من البرودة. ما موتت من البرودة القرش والقرشة وأطفالهم القروش البريئين بيعملوك سناك. القرش والقرشة ملتهين مع بعض. بهالليل بيجيك تيار بيوديك أسفل سافلين قعر المحيط. وعشان هيك سموه المساجين سجن جهنم. بين عام 1934 و 1963 صار 33 محاولة هروب، 26 انمسكوا، 6 الحراس شكلصوهم جابوهم بجهنم، واثنين غرقوا بقعر المحيط. ولحتى يونيو عام 1962 ما طلع منه حدا إلا عنقالي. بطل القصة فرانك موريس، زلمة يوم برا وعشرة بالسجن. لا كذبت الصراحة، زلمة عمره بحياته ما شاف برا السجن شو فيه. طول عمره بالسجن، أول مرة انسجن وعمره 9 سنين، وكل مرة يحاول يهرب من السجن ويهرب بالمحاولة تبعته دايما بتترجم لنتيجة إيجابية. آخر شي حكوا له هي مطولة معك، بدك تجنن زمانة، أنت تعال جايز تفوت بالكترال. بس ليش فرانك كان دايما تزبط معه يهرب؟ هذا السؤال بيودينا لجواب مهم. مستر فرانك اختبار ذكائه الاي كيو مالته كان 133، وللمقارنة معدل الذكاء الطبيعي هو 100 نقطة. يعني فرانك كان عايش بين ناس هو بينهم كان أينشتاين. يرانوا بالزنازين الأخوين جون وكلارنس أنجلين، أخوين من عيلة فقيرة من ولاية جورجيا، من مزارعين لمجرمين ومن مجرمين للكتراز. الثلاثة كان بينهم عامل مشترك، الثلاثة ما كانوا حابين فكرة إنهم يموتوا بالكتراز، ماشيين على مبدأ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. الخطة بلشت قبل هروبهم بسنة عام 1961، سنة كاملة وهم يخططوا إحنا محتارين شو نتعشى كمان ساعة. فرانك لاحظ إنه في تآكل بالملاط، والملاط هي مونة البناء اللي بتربط بين البلوكات أو الحجر. التآكل هذا صار من الرطوبة العالية والرياح. رطوبة رياح سنة على سنة بتهد ناطحة سحاب، مو بس ملاط. وخطرت بباله فكرة انه يحاول يحفر هذا الملاط عشان يطلع البلوكات اللي حوالين فتحة التهوية اللي بتكون واصلة للزنزانة. وبالفعل مستر فرانك اعتمد الفكرة، بس شو بده يحفر؟ اكيد مو حفار ولا جرافة. فرانك كان عبارة عن انسان ماشي على مبدأ الحاجة ام الاختراع، ومو ضروري اختراع ادوات، ممكن اختراع افكار. فرانك ما كذب خبره، وهو مروح من المطعم بعد الغداء حط معلقة الأكل بجيبته
وهو مروح كمان قال لك معلقة ما بتكفي، صنع مثقاب يدوي اللي سموه الاف بي اي بين قوسين دريل من ماتور مكنسي خربان عشان يحفر فيه. المعلقة حفر على السايلنت، والماتور لما يكون في ضج يحفر فيه. وروح العدي معاه على الزنزانة وبلش يحفر بالملاط اللي حوالين البلوك كل ليلة بعد ما يخلص العد وتطفي الضواو. فرانك يبلش ليلته الرومانسية بالمعلقة وينخر بالملاط أكثر لحد ما قدر يفرغ الملاط حوالين البلوكة وطلعها ودفعها لبرا. فرانك نام ليلته هذيك ورجع البلوكة مكانها وهو بيحلم بأحلام وردية بالإنجاز اللي عمله. بيقول لك فرانك وهو قاعد بحفر بالمعلقة لسنة كاملة، مر عليه السجان وسأله شو بتسوي يا فرانك؟ قال له والله يا سيدي بطبخ منسف ومتحمس يعني عشان هيك ماسك المعلقة. السجان قال له عزمنا. فرانك قال له باطل عليك، أول ما يجهز بناديك. السجان صدق، وفرانك كمل حفر لما وصل لسان فرانسيسكو المدينة والحارس لسه بيستنى اللحمة تستوي. فرانك صار يفكر كيف يسد الشقوق اللي حوالين البلوكة، وهون قرر انه بده فريق عمل. هو المدير التنفيذي وبده موظفين عشان خطته تنجح ويهرب. بعد تفكير عميق وتحليل للسجناء عرف انه افضل خيار هم جون وكلارنس. ليش؟ لعدة اسباب كلهم مقنعين. طبيعة عمل جون وكلارنس بيشتغلوا باماكن حساسة بالسجن، بيقدروا يجيبوا منها مواد بتساعدهم بتغطية هاي الفتحات. جون وكلارنس اخوين عايشين مع بعض بنفس الزنزانة، يعني الثقة مليون. إخوان وبدهم يهربوا، واحد عرض عليهم الفكرة مستحيل يرفضوا ومستحيل يخونوا. وأهم نقطة إنه جون وكلارنس جيران فرانك بالسجن، يعني لحسن حظ فرانك إنه اجتمعت فيهم هيك مواصفات عشان يدخلهم معاه بالعملية. وفرانك من حسن أخلاقه وتربيته اختار جيرانه، النبي وصى بسابع جار، انتوا فاهمين كيف. فرانك خلى الأخوين يجيبوا ورقة تواليت بكميات عشان يسكر الفتحات تاعت البلوك بعد ما يخلص حفر بالليل. ومو بس هيك، من مواد السجن اللي متوفر وبالغالب كان جبصين، كان يدهن الفتحات بس يسكرهم ويطلع لونهم مثل باقي الجدار. ودلهم كيف يحفروا، وكل يوم يحفروا الصبح وكل يوم يسكروا الفتحات بورقة تواليت معجون مع جبصين. أهم إشي الفينش الصح الشغل. والله مو فيلم، هيك صار عن جد. أنا بعرف إنه صعب الواحد يصدق هيك فيلم، بس لما تبحث بالنت بتلاقي صور كاملة بالأرشيف لكل هالتخبيص اللي عمله فرانك. عشان هيك هو مصنف أينشتاين. يعني بجوز لو اعطيته بوقت العملية حبة رز يعمل منها طيارة ويطلع على السطح ويطير ويهرب فيها. زلمة ما عنده تحبسني وظل ساكت، بتحبسني بدك تتحمل قرفي. وظلهم على هاي الحال لحد ما قدروا يعملوا فتحات بالجدار بالزنزانتين يطلعوا منهم. وصار فرانك كل يوم يطلع على السطح والأخوين يراقبوا، يشيل الحجارة وفتحة التهوية ويطلع يعمل اكسبلور على سطح السجن تحت ضوء القمر في الجزيرة البعيدة. حسوا مشهد رومانسي. المهم فرانك شاف انه في انابيب مي تصريف بتنزل من السطح لخارج السجن، وبهذيك الليلة عرف انه خلص كل شي تمام، بس ضايل شوية ملح وفلفل اسمر وبهارات عشان الطبخة تجهز. فرانك والاخوين اتفقوا انهم يعملوا دمى عشان يكسبوا وقت وما حدا يكتشف هروبهم الا بعد ما يكونوا وصلوا برا الامان. وبالفعل عملوه من الجبصين نفسه، يعملوا ورقة تواليت كرة ويغطوه بالجبصين، وجابوا شعر من صالون الحلاقة بالسجن ولزقوه على الروس، ورسموا بالصابون ملامح وجههم. يعني انتقلوا من الأشغال الشاقة والحفر لصالون تجميل وبدي كير، انتوا فاهمين علي. واحد حارس بالكتراز بيسألوه بعد الهروب كيف ما ميزت انه هذا راس جبس مش راس بني آدم. قال لهم يا زلمة والله من يوم ما دخل السجن وهو نايم وما بتحرك ولا بطلب إشي، فكرته صار شايب متقاعد ومكيف عن نومي، شو بيعرفني انه صار تمثال. وراحوا على المغسلة قبل ليلة من الهروب، ما خلوا معطف مطر ولا جاكيت بالسجن إلا سرقوها عشان يعملوا منهم عوامة أو طوف يقدروا يقطعوا فيه المي للمدينة. كل السجناء ثاني يوم كانوا يلعنوا الساعة اللي تعرفوا فيها على فرانك والأخوين أنجلين من البرد اللي أكلوه. وهيك الطبخة استوت وصارت جاهزة، بس ضايل التنفيذ. 11 يونيو عام 1962 بعد العد الليلي، الساعة تقريبا بين 11 إلى 12 مساء بتوقيت غرينتش على حسب تقديرات الشرطة. وهذا التوقيت واليوم والساعة في معلومة صادمة عنه راح أحكيها بآخر الفيديو عن تقرير الشرطة. الثلاثة طلعوا من الفتحات، سلقوا أنابيب التهوية لسطح السجن ونزلوا للجهة الثانية. معهم عوامات مصنوعة من أكثر من 50 معطف من المطر مخيطات ببعض بإيديهم. هاي على رواية بعض الناس. رواية الاف بي اي بتحكي إنهم كانوا يستخدموا حرارة أنابيب المي الساخنة ويكووا المعاطف ببعض، وبعدين دخلوا المي كانت درجة حرارتها 3 درجات مئوية. التيار كان يشتغل ضدهم والظلام كان تام.
يا زلمة أنا بالشتوية لو بدي أتوضأ عشان أصلي بفوت بتحمم بمي سخنة. نفسي أفهم كيف نزلوا بهيك مي. أنا مو قادر أستوعب هاي المعلومة. حاسس الموضوع شخصي، شخصنت الموضوع بينه وبين المي. حارس كان يعمل بالشفت الليلي حكى إنه شاف ظل على الشاطئ الداخلي بليلة الهروب. الصبح لما إجا العد الرسمي الزنازين فاضية، الروس بالأسرة والبحر صامت. وأكيد هان في سؤال بخطر ببالكم في راس رابع. ليش؟ الجواب عندي. الراس الرابع لشخص كان بالفريق ما ذكر تفاصيله لسببين رئيسيات. أول سبب إنه حسيته زنخ وثقيل دم، يعني هيك ما تكتب بالمرة من ربنا. والسبب الثاني أكد لي إنه معي حق ما لازم أذكره. بمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لما كانوا يحققوا بعد الهروب كانوا يذكروا مخبرنا بالسجن، مخبرنا بالسجن، مخبرنا بالسجن، مخبرنا بالسجن بعدة مرات. فمان هيز سنيتش، هيز رات واشي خاين لعين. معي حق اني ما ذكرته. موضوعه ببساطة انه ما قدر يطلع من فتحة التهوية بليلة الهروب، انحشر الدب. وهذا كان اخر اشي شافه الحارس والعالم وعيلتهم. بعد هيك ما حدا شافهم. انطلق اكبر تحقيق في تاريخ الاف بي اي. لقوا شوية اغراض حوالين الجزيرة، كيس بلاستيك فيه صور عيلة آل انجلين، بني انجلين، ادوات مصنوعة بالايد وجزء من الطوافة. بس جثث ما لاقوا، مساجين ما لاقوا، اي اثر لا والله ما لاقوا. الاف بي اي اعلنوا انهم على الاغلب غرقوا. قالوا انه الاجساد جرفها التيار، بس كان في عقبات بهذا الحكي. التيارات كانت ممكن تاخذ هذول الثلاثي المرح بهذيك الليلة نحو البر مو للبحر المفتوح. وهسه رح نقرب على المعلومة الصادمة اللي وعدتكم فيها اول الفيديو. بين لكم هل كانت صدفة ولا فرانك جد كان لهالدرجة ذكي. ولاشهر بعدها ما طفى اي جسد وما في اي شهادة او اثبات على انهم ماتوا. كثير اسرار ونظريات طلعت. مرة حارس بقول انه شاف قارب ليلة الهروب مطفي ضواوه. واحد قبل ما يموت بقول انه انا اخذتهم من الجزيرة باعتراف على سرير الموت. كثير لغط وتخابيص صارت، وهذا بدلك على اشي واحد بس. انهم علموا على الاف بي اي، علموا على السجانين، علموا على العالم كله وهربوا ما حدا لقاهم. سنة 2008 اتصلت عيلة انجلين بالاف بي اي. بني انجلين قالوا انهم التقوا بجون وكلارنس سنة 1975، يعني بعد 13 سنة من الهروب كانوا احياء. الاف بي اي ما قدر يثبت انهم كذابين وما قدر يثبت انهم صادقين. ومرة ثانية الاف بي اي شك انه لاقى صورة الاخوين انجلين، بني انجلين، بالبرازيل بال75، يعني تخبيص بكل زمان ومكان. وللان قضيتهم مفتوحة بس مو عند الاف بي اي، عند اليو اس مارشال سيرفيس. عن عرضها اسمها بخوف. هسا بنط واحد بقول انو اقوى. الشغله مو قوه، الشغله مو قوه بقدر الاختصاص. الاف بي اي مهمتهم التحقيق بالجرائم، وهم عقل الاجهزه الامنيه. اليو اس مارشال سيرفيس مهمتهم صيادين، هانترز، يعني هم ملوك المطارده والقبض على الفارين ونقلهم وحمايه الشهود. والخي الخي الخ، يعني ما في اشي اقوى من اشي في لكل حدا اختصاص. هانا وصلنا للمعلومه الصادمه اللي بتثبت لك قديش انه فرانك ممكن هو لهالدرجه ذكي، يعني حتى هو مراقب البحر. بس قبل ما نحكي المعلومة ادعمونا باشتراك. خلينا نوصل هذا المقطع 4 مليون مشترك، 50 ألف مليون لايك. عام 2014 فريق من العلماء الأمريكيين عملوا محاكاة حاسوبية كاملة. أخذوا بيانات التيار، درجة الحرارة وسرعة السباحة، وحسبوا إذا طلعوا الساعة 11 ونص بالليل بالضبط في فرصة إنهم ينجوا. لقوا العلماء هذول إنه في فرصة كبيرة، وهذا كان أفضل وقت للهروب. لحتى هالساعة القضية ما زالت مفتوحة عند اليو اس مارشال سيرفيس. ولا فرانك ولا الأخوين أنجلين تسكرت قضاياهم. ليش؟ لأنه ما في أي جهة أثبتت موتهم. يعني إذا حدا قلكم إنه ما في مخرج قل له لا، وقف عندك. دائما في مخرج. بس الأسد، الأرنب، القرد، الزرافة كله بالتراش كان. ولا حيوان صاروا يعترفوا فيه بعد هذا الفيديو إلا حيوان واحد بس.